الو. يا لولو عامل ايه؟ الحمد لله. انت فاضي؟ لا فضيشة. مش مهم. تعال حياة مين؟ الهاني مول. اي هاني مون دي؟ بص عشان ما تجيش في الفرح اي الهاني مون ده الاول بعد ما تضايقنيش يا شيخ اقلب الانبوبه ده على دي. انت بجد مش عارف؟ اي هو دي شهر العسل. طب ده لسه الفرح قدامه يجي سنه. المهم عشان ما نتلهيش في الفرح ونتلخبط بقى وحاجه تسقط مننا وكده. اول حاجه عايزين فرنسا عشان نتصور عند برج ايفل. طبعا زي كيلو فوزي ومراته. تمام. اكيد. هات علبة أمير. علبة أمير. أيوة. فرنسا دي عاصمة باريس. لا فرنسا غير باريس. ماشي نروحوا. عايزك كمان تشيلني وتلف بيا. ماشي؟ أشيلكم ماشي. أنا بلا تيك توك زي كيرو. أيوة كيلو فوزي. طيب ابقي خس يا هبابي. إيه؟ ابقي خس يا هبابة لا تجيب لي الغضروف. عشان عندي الفقرة الثانية والثالثة أنا. طيب ماشي. ماشي حاضر. بعدها عايزين نروح إيطاليا. ما أنا من باريس على إيطاليا ولا نرجع مصر الأول؟ لا من فرنسا ما رحناش باريس عايزين نروح إيطاليا فرنسا. يعني إحنا نطلع من أنا ما تضايقناش من فرنسا عاصمة باريس يعني لفة واحدة دي. ماشي. باريس إيطاليا. تمام. وبعدين نرجع على أيوه. طب هنرجع من هناك هنطلع من هناك ولا مرة واحدة ونرجع على مصر الأول؟ لا مش لازم نرجع مصر. أيوه. ونشوف العالم في 2050. شوف العالم. حلمتوا الغيب انتوا خلاص عقدين. عارف يا ايليا؟ يقول لك الدليفري هيطير في الجو. مين اللي هيطير في الجو؟ الدليفري. طب هذا علبة الأميرة. وممكن لو لقينا وقت نروح لبنان عشان ناكل الترويقة هناك. تاكليها؟ الترويقة. والله تاكل امك يا شيخة بلا تاكل الترويقة في لبنان. ايوه ماشي. يعني البلاد دي قريبة على بعضيها ولا هي؟ يعني مسافة 4-5 ساعات بالطيارة. ماشي. وبعدين؟ سهلة الحياة دي كلها حاجات بسيطة. ماشي. وبعدين نرجع على شرم الشيخ. ماشي. هات الفردة الثانية. نرجع على فين؟ نرجع على شرم الشيخ. طب وانت لسه هيبقى فيك نفس؟ باقي الهانيمون عشان نفصل شوية قبل ما نرجع شقتنا وكده. وانت ايه رأيك؟ نفصل يا عم ماشي. بس انا بقول لو رحنا المالديف احسن. ممكن احنا راجعين نعدي على المالديف. فالمالديف احسن عشان هناك ما يجيب لك الافطار يجيب لك الافطار على الميه دي تعايم في الصينية وتقعد انت فاهمين الشغل دي. ناخذ لنا مثلا 15 يوم في هناك. حتى يا ايليا هنقفلهم من 30 يوم. امين يا عم توكلنا يا عم توكلنا على الله. امين. احجزي بس. هاي تاني. خلاص يعني؟ خلاص. مش هتغير رأيك بعد كده؟ لا يا شيخ شوفي اذا كده انت ظبط بس اكتبهم في ورقه عشان في حاجه توقع مني. ماشي. بس. وانا هشوف لك اسعار الطيارات وابعتهم لك على الواتس. يا شيخ اسعاريها وبتاع الاسعار ما تتغير كده في وقتها بخصم بالفيزا على طول. طب احنا ما يهمنا الحاجات دي. طيب ماشي. خلاص بسلم على امك. حاضر. يلا روح ترنش تاني. ايه ده؟ جدعي روح.